السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع الدرس الأول في الوحدة الثالثة نظام الغابات في قارة آسيا وقارة أوروبا. طب في نظام الغابات يا جماعة عايزين نعرف إيه في الدرس ده؟ أول حاجة نعرف إن في غابات مدارية مطيرة، عندنا نظام غابات البحر المتوسط، نظام الغابات الموسمية، نظام الغابات النفضية، نظام الغابات الصنوبرية اللي هي بيقولوا عليها المخروطية. طب تعال نشوف بقى كل غابة من الغابات دي موقعها فين وخصائصها ايه. اول حاجه لازم نعرفها ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض بنظم بيئيه متنوعه، يبقى الارض اصلا ربنا خلقها فيها نظم بيئيه متنوعه. طب ايه الهدف؟ قالك تحقيق توازن، تحقيق توازن دقيق، وتعد الغابات من اهم هذه النظم. طب الغابات ديت بتتنوع على حسب ايه؟ قالك بتتنوع وتختلف حسب: واحد، الموقع الجغرافي، اتنين، قالك المناخ، تلاتة، قالك العوامل الطبيعية الأخرى. عشان كده بقول لك تختلف نظم الغابات في قارة آسيا وإيه كمان وأوروبا من حيث أنواعها وتوزيعها وخصائصها. قلنا بسبب اختلاف إيه بقى؟ قلنا رقم واحد الموقع الجغرافي، اتنين قالك المناخ، تلاتة قالك العوامل الطبيعية الأخرى. طب تعالوا نشوف يا جماعة بالتفصيل عندنا كام نظام في الغابات في قارة آسيا وأوروبا. قال لك رقم واحد نظام الغابات المطيرة المدارية المطيرة، اتنين نظام الغابات البحر المتوسط، نظام الغابات الموسمية. وركزوا كده كاتب لك ايه؟ يختفيان من قارة أوروبا، اللي هو مين؟ قال لك نظام الغابات المدارية المطيرة ونظام الغابات الموسمية. الاتنين دولت مش موجودين في قارة أوروبا. طب رقم أربعة قال لك نظام الغابات النفضية ونظام الغابات الصنوبرية اللي هي المخروطية. يبقى احنا دلوقتي عندنا كام نظام؟ قلنا رقم واحد نظام الغابات المدارية المطيرة، نظام غابات البحر المتوسط، نظام الغابات الموسمية، نظام الغابات النفضية، نظام الغابات الصنوبرية أو المخروطية. وخلي بالك بقى من المعلومة دي، احنا قلنا الغابات المدارية المطيرة وغابات الموسمية مش موجودين في قارة أوروبا، وهنعرف ليه دلوقتي بما تفسر. اختفاء ايه؟ قال لك اختفاء نظام الغابات المدارية المطيرة والغابات الموسمية من قارة أوروبا. طب ليه بتختفي يا جماعة؟ قال لك بسبب عدم توافر الظروف المناخية الملائمة. يبقى إذن الظروف المناخية غير ملائمة لنمو الغابات المدارية المطيرة والغابات الموسمية في قارة أوروبا. ليه؟ قال لك لنموها، ليه؟ حيث يقع معظم قارة أوروبا في المنطقة المعتدلة الشمالية. يبقى احنا دلوقتي يا جماعة قلنا الغابات المدارية المطيرة والغابات كمان الموسمية مش بتنمو في قارة مين؟ قال لك ما بتنموش في قارة أوروبا، يبقى عليها تنمو في قارة أوروبا. ليه؟ قلنا بسبب عدم توافر الظروف المناخية الملائمة. طب اشمعنى؟ قال لك لأن معظم قارة أوروبا تقع في المنطقة قال لك المعتدلة الشمالية. طيب تعالوا نتعرف على أول نظام عندنا اهو، نظام الغابات المدارية المطيرة. موقعها فين؟ قال لك بتقع في قارة آسيا. زي ايه؟ قال لك زي جزر جنوب شرق آسيا مثل جزر اندونيسيا، زي جزر الفلبين، زي الساحل الغربي للهند، زي بعض الأماكن الأخرى زي السواحل الشرقية لخليج البنغال. طب بيختفي نظام الغابات المدارية المطيرة فين؟ قال لك في أوروبا. يختفي نظام الغابات المدارية المطيرة فين؟ قلنا في قارة أوروبا. طب أهمية الغابات دي إيه؟ قال لك تقوم الغابات المدارية دي بدور مهم جدا في تنظيم المناخ. زي إيه؟ قال لك تقوم الأشجار بامتصاص كميات كبيرة من إيه؟ قال لك ثاني أكسيد الكربون. يبقى هي كده بتعمل على تنقية الهواء من التلوث، بتحافظ على البيئة من التلوث. بس قال لك لا، ده بتساعد كمان في إيه؟ قال لك في تقليل الاحتباس الحراري. في تقليل الاحتباس ايه يا جماعه؟ قال لك الاحتباس الحراري. بيساهم كمان بخار الماء المتصاعد من الاشجار، قال لك في تكوين السحب. بس قال لك لا، وسقوط الامطار. يبقى بخار الميه بيتصاعد من الاشجار فيكون سحب فيسقط امطار. كمان مره يا جماعه الحته ديت، او قال لك بيساهم بخار الماء في المتصاعد. قال لك بيتصاعد منين؟ قال لك من الاشجار. طب بيساهم في قال لك تكوين السحب. بس قال لك لا، وسقوط الامطار. طب بيتعرض نظام الغابات قال لك الغابات المدارية لعدة مخاطر، منها اهو الأنشطة البشرية. يبقى أول مخاطر الأنشطة البشرية، زي قال لك الصناعة الغير مستدامة. طب يعني ايه كلمة صناعة أصلا غير مستدامة؟ يعني يا جماعة الصناعة لا تكون صديقة للبيئة. يبقى دي صناعة غير صديقة للبيئة، لأنها بتؤدي إلى تلوث البيئة، أو مما يؤدي إلى
تدهورها. يبقى النتيجة المترتبة على الصناعات الغير مستدامة ده هي تدهور ايه يا جماعة؟ قال لك تدهور البيئة. طيب نشوف نظام غابات البحر المتوسط. قال لك بتقع فين؟ قال لك موجودة غرب قارة آسيا وفي الجنوب وجنوب غرب قارة أوروبا، يعني بتنتشر حول البحر المتوسط، سواحل البحر المتوسط. طب تعال نشوف نظام الغابات التالتة اللي هي نظام الغابات الايه الموسمية. قال لك رقم 3 نظام الغابات الايه الموسمية. طبعا هنعرف الأول الموقع الفلكي والموقع ايه كمان الجغرافي. طب نركز كده يا جماعة. أول حاجة الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، طبعا بيقع في بعض المناطق بقارة آسيا بين دائرتي عرض قال لك من 5 ل 35 شمالا. زي مين؟ قال لك الهند. ايه كمان؟ قال لك بعض المناطق الداخلية بجنوب وجنوب شرق مين؟ قال لك قارة آسيا. طب الخصائص المناخية، هنلاقي يا جماعة ان في فصل الشتاء بيتسم بايه؟ درجة حرارة بتكون معتدلة إلى دفيئة، يبقى الشتاء بيكون معتدل ودفيء. المناخ ماله؟ قال لك جاف. جاف ازاي فصل الشتاء ويكون جاف؟ هنقول له بسبب هبوب الرياح الموسمية الشتوية الجافة. طب هو في رياح هتيجي جافة؟ قال لك لانها بتكون قادمة من اليابس الاسيوي. يبقى الرياح لما تبقى جاية من اليابس بتكون مالها يا جماعة؟ جافة. انما لما تيجي من البحر او المحيط زي كده فصل الصيف بتكون مالها؟ قال لك تسقط الامطار الغزيرة مع درجة حرارة مرتفعة. يبقى درجة الحرارة في الصيف بتكون مرتفعة مع سقوط أمطار غزيرة، بما تفسر أقول له بسبب الرياح الموسمية الصيفية مالها؟ المحملة ببخار الماء القادمة منين؟ من المحيط. يبقى الرياح الموسمية الشتوية بتكون جافة لأنها بتهب من اليابس، أما الرياح الموسمية الصيفية بتكون ممطرة لأنها تهب من المحيط الهندي. كمان مرة يا جماعة احنا قلنا شتاء يتسم بدرجة حرارة مالها؟ قال لك درجة الحرارة تكون معتدلة دفيئة. المناخ بيكون ماله؟ قال لك المناخ بيكون جاف. المناخ بيكون ماله يا جماعة؟ جاف. طيب صيفا قال لك درجة الحرارة بتكون؟ قال لك مرتفعة. تسقط الأمطار امتى؟ قال لك أمطار غزيرة. يبقى سقوط أمطار غزيرة مع درجة حرارة مالها؟ مرتفعة. الكلام ده في فصل الصيف. طب درجة الحرارة بتكون معتدلة ودفيئة مع مناخ ماله؟ قلنا جاف. ده بيكون في فصل الشتاء. طيب تعال نشوف الخصائص النباتية. قال لك تنمو ايه؟ قال لك تنمو أشجار نظام الغابات الموسمية بأنها ايه بقى؟ قال لك كثيفة، يعني كتيرة ضخمة حجمها كبير ولكن غير متشابكة، مش بتبقى متشابكة. ده بيساعد على ايه؟ قال لك وصول ضوء الشمس إلى الأرض. يبقى إذا لما تكون كثيفة وضخمة وغير متشابكة ده بيساعد على وصول ضوء الشمس لمين؟ للأرض. أوراقها مالها؟ قال لك عريضة. يبقى ذات أوراق عريضة وخضراء ولكنها تذبل وتسقط في فصل الشتاء. طب بما تفسر؟ هنقول له بسبب الجفاف. احنا قلنا إن أمطارها بيكون في فصل الصيف. طب أهم أشجارها؟ قال لك الخيزران والساج. يبقى الخيزران وإيه كمان؟ والساج. طيب تعالوا نشوف الحيوانات اللي بتعيش. قال لك أهو أول حاجة فيلة. إيه كمان؟ قال لك نمور. يبقى الفيلة وإيه كمان؟ والنمور. وقال لك عندنا ايه كمان؟ زواحف زي الافاعي وطيور مثل ابو منجل عشان ليه منقار شبه المنجل. يبقى عندنا فيلة، عندنا نمور، عندنا افاعي، عندنا كمان طيور زي ابو منجل. طب تعال نشوف التربة بتاعتها. قال لك التربة تتكون مالها؟ قال لك بتكون رواسب طينية، بتتكون من رواسب طينية. ده معناه انها بتكون خصبة وبالتالي هي صالحة للزراعة. يبقى تتكون تربة نظام الغابات الموسمية بصورة رئيسية من الرواسب الطينية. تتميز بايه؟ قال لك رقم 1 القدرة على الاحتفاظ بالمية. طب 2 قال لك أكثر خصوبة من تربة نظام الغابات المدارية الايه؟ المطيرة. النتيجة المترتبة على ذلك تكون صالحة للايه؟ للزراعة. طب نركز بقى في الأهمية الاقتصادية. قال لك الأهمية الاقتصادية تستخدم أشجار الخيزران والساج في صناعة ايه؟ قال لك السفن، بما تفسر بسبب صلابة أخشابها. يبقى أخشابها يا جماعة صلبة وقوية عشان كده استخدموها في صناعة قال لك السفن. تستخدم أيضا التربة بنظام الغابات الموسمية في إيه؟ قال لك في الزراعة. ليه؟ لأن تربتها خصبة. طيب تعالوا نشوف الغابات اللي عليها الدور. هنا رقم 4 نظام الغابات النفضية. نظام الغابات النفضية اسمها نفضية عشان بتنفض أوراقها بسبب شدة البرودة. تعال نشوف الأول في قارة آسيا. قال لك تمتد بين دائرتي عرض كام؟ قال لك 35 ل 50 شمالا. زي مين؟
قال لك زي اليابان، زي كوريا، زي شرق الصين، زي ايه كمان؟ قال لك اقليم منشوريا شمال شرق الصين. يبقى المناطق دي كلها يا جماعه بينمو فيها غابات ايه؟ قال لك غابات نفضيه. طب في قاره اوروبا، قال لك في قاره اوروبا توجد بين دائرتي عرض 40 ل 60 شمالا في نطاق عرضي يمتد من فين؟ قال لك من غرب القاره الى شرقها. يبقى بتمتد فين؟ قال لك من الغرب الى الشرق. يبقى الغابات النفضيه يا جماعه موجوده في اليابان، في كوريا، في شرق مين كمان؟ الصين، في اقليم منشوريا شمال شرق ايه كمان؟ الصين، بين دائرتي عرض قلنا من 35 ل 50 شمالا. أما في قارة أوروبا توجد بين دائرتي عرض من 40 ل 60 شمالا غرب القارة حتى شرق يا جماعة، حتى شرقها. عشان كده بقول لك في نطاق عرضي عشان بتمتد من الغرب إلى الشرق. طب تعالوا نشوف بقى غابات الصنوبرية، الغابات الصنوبرية أو المخروطية. قال لك بتنتشر في قارة آسيا وقارة أوروبا بين دائرتي عرض من كام؟ قال لك من 50 ل 70 شمالا من أقصى شرق مين؟ قال لك سيبيريا في آسيا وحتى شمال غرب أوروبا. ودي طبعا منطقة بتكون يا جماعة شديدة البرودة، منطقة شديدة البرودة. قال لك يوجد في مساحات متناثرة يعني متباعدة بالقرب من السلاسل الجبلية في وسط قارة آسيا وكمان وأوروبا. طب تعال نشوف الخصائص المناخية بالنسبة للغابات النفضية والغابات المخروطية. تعال نشوف الأول الغابات النفضية. قال لك تتسم مناخ نظام الغابات النفضية بإيه؟ قال لك في فصل الشتاء ماله؟ قال لك بارد، يبقى الجو بيكون ماله؟ بارد، قد تصل فيه درجات الحرارة إلى دون الصفر يعني تحت الصفر لدرجة إن يسقط فيها الإيه؟ التلج. طب في فصل الصيف بقى قال لك المناخ بيكون معتدل وتسقط فيه الأمطار. يبقى كده الغابات النفضية أمطارها بتسقط في فصل قال لك الصيف. طب الشتاء قال لك لا ده بيكون تلج. ليه؟ لأن درجة الحرارة بتبقى تحت الصفر. طب تعال نشوف الغابات الايه؟ قال لك الغابات الصنوبرية. قال لك بيتميز بايه؟ قال لك الشتاء بتاعه بيكون شتاء شديد اهو طويل وشديد البرودة، قارس البرودة يعني شديد البرودة لدرجة ان درجة الحرارة مالها؟ قال لك تنخفض فيه درجات الحرارة تحت الصفر وتتساقط فيه التلج. يبقى هنا الشتاء فيه تلج وهنا الشتاء بيكون فيه تلج. طب الصيف بقى قال لك قصير وبارد، هنا بيكون الصيف ماله؟ قال لك معتدل. يبقى هنا قصير وبارد وتتساقط فيه برضه الامطار. يبقى اذا سواء الغابات النفضيه او الغابات الصنوبريه امطارها بتكون في فصل قال لك الصيف. طب الشتاء بيكون ماله؟ قال لك الشتاء بيكون تلج. طيب هنا بيكون الشتاء ماله؟ قال لك بارد. انما هنا بيكون شديد البرودة، هنا بيكون شديد ايه؟ قارس البرودة يعني شديد البرودة، وبيكون طبعا فصل طويل. انما الصيف هنا بيكون قصير وبارد برضه، انما هنا الصيف بيكون معتدل. طيب تعال نشوف الخصائص النباتية بالنسبة للغابات النفضية والغابات المخروطية. طيب النفضية الأول قلنا تنفض أوراقها في فصل قال لك الشتاء والخريف. ليه؟ بما تفسر؟ أقول له بسبب شدة البرودة. لذلك عرف هذا النظام باسم الغابات النفضية لأنه ينفض أوراقه في فصل الشتاء والخريف. أهم أشجاره أشجار الزان. أشجار إيه يا جماعة؟ الزان. طب تعالوا نشوف الغابات المخروطية. قال لك تنمو ايه بقى؟ قال لك تنمو الاشجار دائمه الخضره، يبقى هي اشجار دائمه الخضره طول السنه ذات شكل مخروطي. طب والاوراق بتاعه؟ قال لك مدببه مغطاه بطبقه من الشمع. طب ترتب على ذلك ايه؟ قال لك ساعدها على التخلص من التلج المتساقط عليها زي اشجار قال لك الصنوبر وزي اشجار الشربين. يبقى كمان مره احنا قلنا يبقى الغابات النفضية زي الزان، والغابات المخروطية زي قالك الصنوبر وزي الشربين. طيب تعالوا نركز ونشوف الحيوانات. قالك الحيوانات يعيش حيوان زي قالك بص هنا السناجب. ايه كمان؟ قالك الدب الاسود الاسيوي. طيب الحيوانات اللي بتعيش في الغابات الصنوبرية او المخروطية هنقول حيوانات ذات الفرو السميك زي قالك الدب القطبي. يعني ايه فرو سميك؟ يعني كثيف عندها فرو كتير. طب الطيور زي ايه؟ قالك الطيور زي نقار الخشب بيقعد ينقر في الخشب. طيب في ثدييات كمان زي حيوان الرنة. طيب في حشرات زي قالك البعوض. يبقى كام مرة الحيوانات يا جماعة؟
قال لك رقم واحد، يعيش ايه؟ قال لك يعيش نظام الغابات النفضية الكثير من الحيوانات، يبقى فيها حيوانات كتيرة. تتسم بايه؟ قال لك بتكيفها مع البيئة بطرق مختلفة، يبقى اذا الحيوانات دي بتتكيف مع البيئة. قلنا السناجب، وزي ايه كمان؟ قال لك الدب الاسود الاسيوي. طب بالنسبة للغابات الصنوبرية قال لك حيوانات ذات الفرو السميك، وايه كمان؟ وطيور زي نقار الخشب. وعندهم ثدييات، قلنا زي حيوان مين يا جماعة؟ الرنة. وحشرات زي البعوض. طب هنا بيقول لك بما تفسر. ينتشر الايه؟ قال لك ينتشر البعوض صيفا في نظام الغابات الصنوبرية. اشمعنى في الصيف يعني؟ هنقول له يا جماعة بسبب انتشار المستنقعات الناتجة عن ذوبان الايه؟ الجليد. يبقى لما التلج بيسيح او بيدوب بينتشر ايه يا جماعة؟ المستنقعات، وده بيؤدي الى انتشار البعوض. طب تعال نشوف يا جماعة التربة بقى. قال لك الغابات النفضية تتسم بايه؟ قال لك تربة طينية. تربة طينية يبقى على طول يا جماعة تربة خصبة. يبقى نركز كده كمان مرة. قال لك يتسم نظام الغابات النفضية بالتربة الايه؟ قال لك الطينية. طب بتساعد على ايه؟ قال لك حرارة الصيف على تحلل الأوراق والمواد ايه؟ قال لك العضوية، وده بيؤدي إلى زيادة خصوبة الايه يا جماعة؟ التربة. يبقى إذا الغابات النفضية تربتها طينية، والحرارة في فصل الصيف بتساعد على تحلل الأوراق والمواد العضوية، فده بيؤدي إلى زيادة خصوبة التربة في الغابات النفضية. طيب قال لك تتعرض كمان بعض حيوانات نظام الغابات النفضية للصيد الجائر. ده بيؤدي إلى إيه؟ الصيد الجائر على طول يا جماعة بيؤدي إلى تناقص أعداد الحيوانات دي، زي قال لك الدب الأسود الآسيوي. طيب ايه كمان؟ تم ازاله مساحات كبيره من اشجار الغابات النفضيه. طب هم بيشيلوها ليه؟ قال لك عشان الزراعه، لتحل محلها الزراعه. يبقى لما يقول لي بما تفسر تم ازاله مساحات كبيره من اشجار الغابات النفضيه، اقول له جيم عشان يحل محلها الزراعه. هيجي يقول لي ايه سبب تناقص بعض الحيوانات مثل الدب الاسيوي؟ اقول له بسبب الصيد الجائر. طب تعالوا نشوف بقى الغابات الصنوبريه. قال لك يسود نظام الغابات الصنوبرية تربة رمادية اللون قليلة السمك ومنخفضة الخصوبة. يبقى ركزوا هنا كده، احنا قلنا هنا شديدة الخصوبة تربة خصبة عشان تحلل الأوراق والمواد الايه والمواد العضوية بسبب طبعا حرارة الصيف. إنما هنا التربة مالها؟ قال لك منخفضة الخصوبة. ايه السبب؟ هنقول بقى العكس، بسبب قلة المواد العضوية. ايه كمان؟ والأملاح، حيث يعمل انخفاض درجات الحرارة، هنا درجة الحرارة منخفضة قوي، على بطء تحلل المواد العضوية وتعفنها فوق سطح الايه؟ التربة. وده في الآخر هيؤدي إلى قلة خصوبة التربة في الغابات الصنوبرية. طب تعال نشوف الأخطار بتاعتها. قال لك يتعرض ليه؟ قال لك يتعرض نظام الغابات الصنوبرية إلى عواصف. العواصف دي بتؤدي إلى إيه؟ إيه النتيجة المترتبة على العواصف دي؟ هنقول له اقتلاع الأشجار وتكسيرها، وده حصل بالفعل في دولة السويد وإيه كمان؟ والصين. يبقى كما حدث في دولتي الصين وإيه كمان؟ السويد. صعب كده يا جماعه؟ يبقى احنا كده عرفنا الاخطار اللي بتتعرض ليها الغابات النفضيه والاخطار اللي بتتعرض ليها الغابات الصنوبريه. طب تعال نشوف الاهميه الاقتصاديه لكل غابه. طيب تعال نشوف الغابات الاول النفضيه. قال لك تدخل اشجار الزان في صناعه الاساس لانه خشب متين وعمره طويل. تستخدم مساحات كبيره من هذا النظام في زراعه القمح والتفاح والكتان. احنا قلنا طبعا الغابات النفضية بيزيلوا الغابات بتاعتها عشان يحلوا محلها الزراعة. طب تعال نشوف بقى الغابات الصنوبرية. قال لك تدخل أشجار الصنوبر والشربين في صناعة الورق. في صناعة إيه يا جماعة؟ قال لك الورق. طب بما تفسر؟ هنقول له بسبب ليونة أخشبها، يعني الخشب بتاعها طري لين، وبالتالي بيقدروا يستخدموها في صناعة الأوراق. هنا بقول لك بقى أكد فهمك. طب نركز كده يا جماعة. قال لك ما النتيجة المترتبة على خصوبة التربة في نظام الغابات النفضية؟ أقول له ترتب على ذلك إزالة مساحات كبيرة من أشجارها. ليه؟ قال لك لتحل محلها زراعة قال لك القمح والتفاح والكتان. طب ما النتيجة المترتبة على انخفاض درجات الحرارة في نظام الغابات؟ قال لك الصنوبرية. ده أدى إلى إيه بقى؟ قال لك بطء تحلل المواد العضوية وتعفنها فوق سطح الإيه؟ التربة، لتصبح إيه بقى؟ قال لك رمادية اللون
قليلة السمك منخفضة الخصوبة. وبكده يا جماعة احنا خلصنا الدرس، واشوفكم ان شاء الله على خير الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.